وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. بالنسبة لمسألة قول جمعة مباركة، هي طبعا جمعة مباركة، ولكن لا يجوز أن دائما الإنسان يقول هذا القول وهذه الكلمة. إنما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا عندما يجتمعون يقول بعضهم لبعض جمعة مباركة جمعة مباركة، فكانوا يفعلون هذا. نعم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نخصص يوم الجمعة عبادة معينة. يعني يقول الإنسان والله هذا يوم مبارك، دعني أكثر فيه من الصيام أو من القيام ودائما أصوم. لا، جاء النهي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام، لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من دون الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من دون الأيام، إلا في صوم كان يصومه أحدكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية لا تصوموا يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. نعم، فنأتي نحن نخصص أو نذكر أو ننشئ شيء نحدثه، يكون بدعة، نكون ابتدعنا واخترعنا وأنشأنا شيئا حديثا في الدين ما أنزل الله رب العالمين به من سلطان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. في رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي يرد عليك ولا تؤجر ولا تشكر ولا بالخير تذكر. ومن أصر واستمر هذا يخشى عليه أن يذوق العذاب المر. إن عرف مسألة مثلا إنها بدعة، مسألة إنها لا يجوز يفعلها أو محرم أو شيء من كل الأمور التي جاء النهي عنها ففعلها فيأثم. نعم. طبعا أما إذا في دليل على عمل شيء معين يفعله، مثال الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، جاء في هذا دليل. قراءة سورة الكهف جاء فيه دليل. وعلى هذا فقس أيها الإنسان. أما شيء ما فيه دليل أنت تأتي وتعمل فيه عملا تظن أنك تتقرب إلى الله عز وجل، لا، أنت يجب أن تعرف ما هو الحلال وما هو الحرام. لا تعمل عمل إلا بدليل، واتق الجليل وعمل بالتنزيل، واسأل نفسك هل هذا ورد عن الخليل صلى الله عليه وسلم؟ اعمله. ما ورد اتركه كي لا تأثم ولا تغنم. نعم، بارك الله فيكم.